بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. النهارده بقى كده قمنا من النوم، الشمس جميلة. قلت بقى ايه، نعمل حملة تنظيف كده للبيت، وشلت كل فرش السراير وطلعت الحاجة مخدات على البلكونة. الشمس جميلة جدا، وبدأت اغسل فرش كده في الأوضتين، شلت كله. لكن السرير ده طبعا احنا مش بننام عليه خالص، ففرشته نظيفة يعني فسبته. فالشمس هنا قوية جدا، فالغسيل بيطلع كده زي ما انتم شايفين، بحطه كده على السور لحد ما امسح الارض كده ونروق. بفرش على طول، بينشف على طول يعني. وهنا اهو زي ما انتم شايفين، بعد ما غسلت الفرش فرشته ومسحت الارض ونضفت الدنيا كده زي ما انتم شايفين، وخليت الدنيا زي الفل. والاوضه التانية كمان اهيت فرشتها، الفرش بتاعها نشف وبقى زي الفل، فرشته. واللي في البلكونه ده فرش زياده يعني، هطبقه واشيله. وشلت الكراسي كده لان البلكونه هي كمان عايزه تتمسح كده بميه، بجردل الميه، علشان الرمله وكده اللي بتبقى في الهدوم بتاعه البحر. فهمسحها برضو، وهشيش كده البلكونه. زي ما انتم شايفين كده الشمس بدأت تروح، كنا على الظهر كده ومسحنا البلكونه وخليناها زي الفل. وقلت بقى ايه، نعمل كده فطار بسيط انا وابني، عشان هو اللي كان ما فطرش، انا وهو يعني. فعملنا سندوتشات بسيطة كده وقعدنا فطرنا في البلكونة، بعد ما الشمس كده راحت والبيت بقى كله نضيف ما فيهوش اي حاجة. غسلنا بقى الفرش، وغسلنا اللي كوتش كده عايز يغسله غسله، وظبطنا الدنيا. وبعد كده دخلت كده على الساعة 3 المطبخ، اعمل بقى ايه الغدا. كان عندي فرخة كده طلعتها من الفريزر، وزي ما انتم شايفين كده البهارات بتاعتها. طبعا انا بعمل بالامكانيات الموجودة في المكان اللي انا فيه. طبعا احنا مش بنعمل زي ما بنعمل في بيتنا، فعلى قد الامكانيات بنعمل، بس والله العظيم بتطلع لقمة زي الفل كده وطعمها حلو. فكان عندي بطاطس كده قطعتها، وكانت عندي كوسية قطعتها برضو بدل ما تترمي. وكانت الفرخة دي كنت جايبها اشويها بصراحة على الفحم، فكانت متقطعة كده لتمن قطع، فقلت اعملها كده على السريع في صينية بطاطس. لان احنا يعني بعمل الغدا وبنتغدى وبنلبس وننزل على طول البحر على الساعة 5:30 6 كده. فرصيت كده الفرخة على الصينية، وحطيت كل حاجة في الخلاط، وهضرب في الخلاط كده ايه كله، طماطم وبصل وفلفل وكمان توم وبهارات فراخ وملح وفلفل وواحدة من المرقة، وكمان بهارات فراخ وشوية قرفة. وضربتهم كده زي ما انتم شايفين، وهنزل كده على الصينية وهدخلها على طول الفرن. ما شاء الله الفرن حامي، فمش بياخد وقت خالص وبتستوي بسرعة وبتبقى زي الفل. احط لها شوية زيت كده من فوق الوش، وبعد كده هدخلها على طول الفرن. هعمل برضو شوية رز بشعرية كده كله على السريع. وزي ما قلت لكم، على قد الامكانيات الموجودة في المكان احنا بنتعامل وزي الفل. حمرت كده شوية شعرية، وهنزل بشوية الرز واحط الملح بتاعه ويبقى كده زي الفل. وعملت لهم كمان عصير مانجا. وكده الغدا كان خلص، الرز خلص معايا، وكمان صينية الفراخ طلعت اهي بقت زي الفل. وعملت كده قرنين فلفل حمرتهم كده عشان ما كانش عندي حاجة مخلل ولا حاجة، فقلت اعمل بقى الموجود. واتغدينا كله زي الفل. وبعد كده غسلت المواعين بتاعة الغدا، ونزلنا على طول، لبسنا ونزلنا على الساعة 6. احنا بننزل في الوقت ده من الساعة 6 كده، علشان الشمس وكده مش بحب انزل بصراحة في الشمس. وبنيجي على الساعة 8:30، يعني ساعتين ونص حلوين جدا. آه، في الوقت ده حلو، من الساعة 6 ل8:30 حلو جدا. ما روحتش بصراحة بحر قبل كده الصبح خالص. بشرتي حساسة وما بعرفش انزل البحر خالص في الشمس، او انزل اصلا في الشمس اروح بحر او اي حاجة. فالبحر من البيت للبحر 3 دقايق بالظبط، هو بيبقى اخر الشارع كده من المكان اللي احنا موجودين فيه. وزي ما احنا شايفين كده رايحين، الشمس طالعة برضو بس مش حامية زي الصبح طبعا. ف كده المكان الشارع اللي احنا ساكنين فيه
فهو البحر اخر الشارع، هو 3 دقايق مشي كده لحد البحر. زي ما انتم شايفين الناس كده بدأت، في ناس كتير بتروح في الميعاد بتاعنا ده طبعا. فزي ما انتم شايفين كده الناس ماشية معانا رايحين برضو. وكده كنا خلاص وصلنا البوابة. وطبعا الشط ده ما فيهوش رسوم دخول ولا حاجة، بس في رسوم دخول للقرية ذات نفسها. بتدفعي وانتي داخلة القرية، بتدفعي الفرد، كل فرد يعني مبلغ، بس مش عارفة بصراحة كام، لان احنا داخلين تبع الشغل وكده. فده كده الشاليهات على الجنبين كده، واحنا كده دخلنا الشاطئ على طول. طبعا في الوقت ده بيشيلوا الشمسيات بقى والحاجات والكراسي والكلام ده كله. والبحر جميل جدا والمية حلوة جدا ما شاء الله. والجو اصلا عامة حلو خالص في السخنة، بس هي زي ما قلت لكم العيب الوحيد اللي فيها ما فيهاش فسح اكتر من البحر، وشكرا على كده. ما فيهاش اي مكان تروحيه طبعا. عايزة بقى تخرجي او حاجة تركبي بقى تروحي السويس تفسحي هناك او حاجة، لكن المكان اللي احنا فيه ده ما فيهوش اي مكان للخروجات. ما فيهوش ازيد من كافيتيريا 2 كده بالعدد. لكن طبعا جنبنا بورتو السخنة فيها طبعا اكوا بارك والحاجات دي كلها وحمام سباحة والكلام ده كله، بس المنطقة القرية اللي احنا فيها ما فيهاش اي مكان للخروج. بس كان يعني 3 اسابيع ما شاء الله حلوين، هو كفاية علينا المية وكله كده يبقى زي الفل يعني البحر وخلاص. ف وكفاية كمان تغيير الجو، والمية جميلة بصراحة ما شاء الله. ف قبل بقى كده المدارس اللي لسه ما صيفش بقى يروح ويغير جو كده وياخد فاصل كده من الحياة اليومية، ويروح كده يستمتع بالبحر كده قبل المدارس بقى وزحمة الدروس وكل الوش بتاع الولاد ده. فطبعا زي ما انتم شايفين كده الشمس بدأت تروح. احنا بنفضل قاعدين هنا لحد ما الدنيا تضلم نهائي، الشمس تروح والدنيا تضلم، وبعد كده بنطلع بقى من المية نمشي على طول. ناخد بقى دش كده او يعني دش وكده مطرح البحر، وننزل بقى نتمشى، بس يعني بنتمشى كده ونرجع البيت تاني. وخلاص على كده بدأت الشمس تروح كده زي ما انتم شايفين، والبحر شكله حلو جدا. ووقت الغروب كمان بيبقى حلو جدا يعني. فما شاء الله المية جميلة طبعا، مية البحر الأحمر حلوة جدا. فبدأت الشمس كده راحت اهيت، ولسه الناس موجودة في المية زي ما قلت لكم لحد ما الدنيا تضلم. يعني زي ما انتم شايفين كده الدنيا مضلمة اهي وفي ناس جوه. ف كده بعد ما روحنا وغيرنا هدومنا طبعا نزلنا كده نتمشى. زي ما انتم شايفين مفيش حاجة خالص موجودة اكتر ما انت بتتمشي كده، والناس كتير طبعا بتلاقيها ماشية. تشتري بقى حاجة تشربي حاجة ساقعة الكلام من ده، بس ده الموجود يعني الخدمات الموجودة في قرية ساندويتش. فيا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم كده، ويومي البسيط كده حبيت أشاركه معاكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين كده مفيش اي حاجة موجودة في القرية، غير انتي بتمشي كده بقى ايه تروح السوبر ماركت تشتري حاجة تاكليها، تتمشي كده مع اصحابك تقعدوا كده على اي جنب كده وخلاص على كده. هنا كده بداية القرية كده او البوابات. بنخرج كده نجيب في محلات كده فيها اكل وشرب يعني وكده، فبنطلع نجيب حاجات من بره ونرجع تاني. المهم نتمشى بقى وكده وخلاص بدل القعدة في البيت وكده. اهو دي بداية القرية اهو. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ان شاء الله، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.